كام؟ هو انا لازم ابيع ذهبي علشان اروح البحر؟ ليه، هو المصيف بقى للاغنياء بس ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، في مصيف لينا احنا برضه. انا مش هسكت، انا عايزه اصيف. انا بقى جايبه لكم مصايف حلوه وعلى قد الايد، وتروحي من غير ما تبيعي ذهبك او تمضي على وصولات امانه عشان تصيفي كام يوم. خليكي فاكره ان اهم حاجه نعملها في المصيف ذكريات حلوه ونتبسط بالموجود. راس البر، من جمال وحلاوه راس البر. البحر حلو والجو نظيف والاسعار حنينه. لو دورتي كويس ممكن تلاقي شقه حلوه تأجريها 4 ايام ب1000 ونص. والكورنيش هناك خطير وفيها حاجات حلوه للاكل والشوبينج. تاني مكان بقى جمصة. يا حبيبي مالها جمصة؟ الشقق فيها بتبدا من 100 جنيه في اليوم، والشاطئ مجاني، مناسبه جدا لو عايزه تصيفي يومين على قد وتغيري جو وتشوفي بحر وتشمي هوا نظيف. هنعلى شويه وهنروح مطروح. الروح ميه زي الكريستال والاسعار معقوله جدا. لو خدتي اتوبيس او قطر هتوصلي ب 60 جنيه. الشقق من 200 ل 300 جنيه في اليوم، والممشى هناك يجنن. 200 و300 ناحيه الموقف. كل ما تقربي على البحر الاسعار بتعلى شويه. تعالوا بقى نرجع لايام زمان وفايد وايام فايد، مريحه ومناسبه للناس اللي ما بتحبش الزحمه. ممكن تروحي وترجعي في نفس اليوم، وفيها هناك كافيهات ومطاعم لطيفه وخفيفه. يلا روحوا وشهيصوا وانبسطوا على قد امكانياتكم، واكتبوا لي لو في اماكن تانية حلوه واسعارها على قد الايد.